بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل شهداءنا في كل مكان، في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن والأحواز وفي كل مكان، كما وأسأله جل وعلا أن يثبتنا على الحق حتى آخر لحظة في حياتنا. أيها الإخوة والأخوات، أمام شدة الظلم الذي نعاني منه في كل مكان، لا سيما في لبنان وسوريا والعراق إلى آخره، واللائحة تطول، ليس أمامنا إلا أن ننتفض ونسعى جاهدين للتغيير، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الكلام كثير، ولضيق الوقت أقول: كان ممكن جدا أيها الإخوة والأخوات أن أكون بين إخواني الذين قضوا نحب الله تبارك وتعالى في مجزرة عبرة، ولكن لم يقدر لي ذلك. من أجل هذا أنا مضطر الآن أن أبين كل ما بوسعي بيانه. وطبعا لأن الله تبارك وتعالى قال: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، ولأنه ما بعرف شو بيصير معي بعد، لذلك أوجه رسالة إلى كل حر وشريف في مؤسسة الجيش اللبناني، لا سيما من أهل السنة، من نفس الباب، باب التغيير، باب رفع الظلم خاصة عن أهل السنة في لبنان. بالثمانينات كلكم بتعرفوا لما أراد الجيش اللبناني أنه يدخل للضاحية كيف عومل. قيل عنه آنذاك جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعومل بالرصاص، حتى صار اللي صار، بغض النظر وين الصح ووين الخطأ، لا مجال لبيان والتفصيل في ذلك. بالتسعينات القيادات المسيحية آنذاك قالت عن الجيش اللبناني جيش الاحتلال السوري لما وقع الظلم عليهم، وبتعرفوا شو عملوا من مواقف وين صارت قياداتهم، كمان بغض النظر وين الصح ووين الخطأ. ما حندخل بهذه التفاصيل، واليوم انتوا بتعرفوا، بل انتوا أكتر ناس بتعرفوا إنه لبنان اليوم مهيمن عليه هيمنة كاملة من المشروع الإيراني، من الولي الفقيه، وطبعا من خلال حالش ومن خلال حركة أمل. ومؤسسة الجيش هي أكتر مؤسسة مهيمن عليها، بل هي صارت الأداة الأهم والأولى لحالش في الداخل اللبناني، وليس كما كنت أظن أنا سابقا، وكثير من الناس بيرددوا أنه في خروقات وفي أخطاء، بل مهيمن عليها من رأسها المجرم أهوجي لكعبة لأصغر جندي، بدليل اللي كانوا يقولوه دايما، حتى اللي قالوه مؤخرا في المجلس النيابي فتفت والظاهر وغيرهم، انه انحكوا مع قائد الجيش ومع رئيس الجمهورية من 5 سنين هن بيحكوا معه على الخروقات والأخطاء، لا سيما بحق أهل السنة. وانتوا أكتر ناس عم بتعانوا من ناحية التعيينات، من ناحية الترقي إلى آخره. فهلأ أنا بدي وجه لكم شوية بعض الأسئلة. طبعا في فتوى بتقول بجواز الدخول إلى مؤسسة الجيش من أجل المراعاة التوازن بين الطوائف. ما حأدخل بهذه الفتوى ولا بتفاصيل المتعلقة بهذه الفتوى، ولكن من أجل التوازن بين الطوائف، بالله عليكم انتوا عم تقدروا تغيروا شيء؟ بالله عليكم انتوا عم تقدروا تحافظوا على هذا التوازن؟ بالله عليكم انتوا عم تقدروا تحموا أهل السنة، خاصة أهل الدين منهم؟ انتوا بتعرفوا تماما انه
في فرق موت على غرار فرق الموت اللي موجودة عند المجرم المالكي في العراق. داخل مؤسسة الجيش عم بتصفي شبابنا خالد حميد وأبو مازن. قدرتوا تعملوا شيء؟ مشان هيك أنا بدي أسألكم، شو عملتوا ب7 أيار؟ حميتوا أهلنا ببيروت العزل نساء وأطفال؟ بالله عليكم شو عملتوا بصيدا 9 أيار؟ إلا التنسيق مع المجرمين اللي دخلوا واستباحوا المدينة. بالله عليكم شو عملتوا بالحصار اللي انضرب على عرسال وبعده بينضرب على عرسال؟ شو عم تقدروا تعملوا؟ شو عم تعملوا انتوا لمنع دخول حالش والمجرمين بالصواريخ والراجمات والآلاف لذبح أهلنا في سوريا واغتصاب نسائنا في سوريا؟ أجيبوا. بالله عليكم شو عملتوا انتوا لما كان عم بيتعذب نادر البيومي بسكنة المجرمين وعم بينقلوا صب الصحابة وأحمد الأسير حتى مات تحت التعذيب؟ شو عملتوا أمام مجزرة عبرة؟ شو عملتوا أمام اغتيال خالد حميد؟ دخلوا لعنده فرق الموت على عرسال وصفوه بأكثر من 40 طلقة. ولأبو مازن اللي دخلوا على بيته وانتهكوا حرمة بيته وحرمة عرضه، رفضوا انه زوجته بس تغطي على راسه وأعدموه ميدانيا، واللي أعدموه على طريق البقاع، واللي أعدمون الإخوة في التبانة مؤخرا. شو عملتوا للحصار اللي بينضرب بين الحين والآخر على التبانة؟ شو عملتوا للحواجز اللي بتزل أهل الدين في طرابلس عاصمة الشمال؟ في طرابلس أهل السنة شو عملتوا؟ فلذلك أنا بنصحكم لله تعالى إنكم تسارعوا لتوصلوا لأقرب عالم من أهل الدين. عم بقول من أهل الدين، من أهل التقوى، من أهل الآخرة، وموجودين، مش من أهل المناصب، مش من أهل الدنيا، مش من الذين يأكلون بآيات الله ثمنا قليلا. سارعوا لأقرب عالم من أهل الدين والتقوى واسألوهم عن حكم بقائكم في هذا الجيش. هل بجوز المال اللي عم تجنوه منه وعم بتطعمي منه ولدك وزوجك حلال؟ انت اللي عم تاكله هذا حلال؟ اسألوه بقائكم على أي ثغرة في هذا الجيش، حتى لو كانت ثغرة إسعافية أو إدارية، شو حكم شرعا؟ هل أنت بتكون شريك للقتلة والمجرمين لما بيقتلوا بيعتدوا على أهلنا وإخواننا في كل مكان، ولا ما بتكون شريك؟ ما لك نصيب. لما بتكون عم تحمي فرق الموت، لما بتدخل بتصفي إخواننا، أنت مش من الذين قال الله عز وجل فيهم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ حتى لو قتلت أنت، كنت عم بتقاتل ولا ما عم بتقاتل، وقتلت في معركة فيها اعتداء على أهل الدين، شو مصيرك؟ وين بتكون؟ وتحت أي راية أنت قتلت؟ وأين تحشر؟ بتمنى تسأل هذه الأسئلة وبأسرع وقت ممكن من شان تنجي نفسك. أنا شو بدك برأيي؟ اسأل غيري، بس ابحاث عن أهل الدين. في قضية القرار الظني اللي صدر مؤخرا، أصلا القضية ما تحتاج إلى قرار ظني، بل صدر قرار مبرم قبل القرار الظني قبيل معركة عبرة، وبلغنا هذا القرار مسؤول في الدرجة العليا وزير الداخلية، طبعا من باب انه ينصحنا ومن باب خوفه علينا، انه انت يا احمد الاسير اتخذ قرار بتصفيتك. وطبعا باجماع 14 و8 اذار، وكل واحد له مصلحة في ذلك. اجتمعوا على تصفيتي واعدامي انا واخواني، ولكن كل واحد له مصلحة خاصة. 8 اذار وحالش معروف اني انا على باب الجنوب، وطبعا مبينة واضحة المصلحة في اعدامي وقتلي. اما 14 اذار لا سيما سعد الحريري، خوفه الشديد على الزعيم اللي انا يستحيل ان نافسه له او غيره واخر همي، بس هو استشعر انه في خوف على زعيمته بعد مواقفه اللي معروفة، وإن شاء الله حيجي على تفصيلها في وقت آخر. الآن لا يسعني أن أدخل في هذه التفاصيل. المهم قرار الإعدام اتخذ،
ونفذوه، ولكن لم يقدر لي أن أكون بين الذين قضوا في معركة بلال أو مسجد بلال، رحمة الله على الشهداء، وآخرهم اللي تبين خيي وحبيبي كامل عنتر رحمه الله تعالى. في هذا القرار أنا ما بستغربه، بل بستغرب عكسه. أصلا هذا القضاء لا يثق به لا 14 ولا 8 آذار. 14 آذار راكدة على محكمة دولية، وحتى مؤخرا عفوا بعد مقتل شطح 69 نائب ومنهم بهي الحريري عم بيطالبوا انهم يلحقوا ملفه ملأوا باقي الملفات للمحكمة الدولية. ليه؟ لأنهم يثقون بالمحكمة العسكرية والمحكمة أو القضاء اللبناني. و8 آذار طبعا من نصر اللات لا آخر واحد فيهم رفعت عيد. شو بيقولوا عن القضاء؟ شو طلع نصر اللات يبرر ليش رفعت عيد وعلي عيد ما بدهم يمثلوا للقضاء؟ يبرر لهم انه القضاء ما حقهم انهم ما يوثقوا فيه بدليل اللي صار مع الضباط الأربعة. ولكن المحكمة العسكرية والقضاء اللي أنا من وسط بيروت قلت لا ثقة لدينا بكم بدليل اللي عملتوه مع الإسلاميين، منهم برأتون بعد 7 سنين، ضيعتوا لهم مستقبلهم للشباب، عذبتموهم، وقديش عذبتوا أهاليهم. بعد 7 سنين بيطلع القرار انهم أبرياء، وطبعا هم أبرياء. فالقضاء بيعمل علينا قضاء، وبيزعلوا لما منقول لبعض القضاة صقر علينا وتجاجي على نصر اللات. أنا بقول لك مش صقر علينا طلعت، لا أنت ولا أبو غيدة، بل طلعتوا صقر علينا وتجاجي على رفعت عيد وعلى عيد، مش على نصر اللات. فآخر همنا هذا القرار الظني، وهذا متوقع. بس هون بدي سجل اعتراف للنائبة بهي الحريري. حقيقة بعترف لك إنك نجحتي بكذا مسألة. نجحتي بتطويع أهالي الموقفين، لا سيما بعد الانتفاضة المباركة اللي صارت بعد معركة عبرة يوم الجمعة، لما دعي إلى صلاة جامعة في مسجد الزعتري والشارع الصيداوي كله انتفض، خاصة بعد ما تبين إن المعركة بالأساس كانت مع حالش وحركة أمل وشبحتهم، والجيش كان الأداة. تبين بشكل واضح. وانت طلعت تقولي اللي صار بعبرة هو 14 شباط تاني، والسنيورة طلع يقول انه الأسير استدرج وانه الحزب كان هو اللي عم بيدير المعركة وغيركم. بس نجحتي. مع ذلك نجحتي لما شفت الشارع انتفض. من خلال شو؟ من خلال تعاونك مع المخابرات، مخابرات الجيش، مخابرات الصفويين اللي على راسهم علي شحرور، وحاولت انك تستغل ضعف بعض الاخوات الفاعلات في مسجد بلال انهم يقنعوا باقي اهالي الموقوفين اللي هن اغلبهم جدد ومجروحين وخايفين، وهذا شيء طبيعي، ما ينزلوا على الشارع استجابة لطلبي. وطلعت قلت انت بالعلن وقلت انه ما حنسمح لأحمد الأسير، وما حنرد على اللي بيقولوا أحمد الأسير، وما حنسمح بأي تحرك بصيدا. نجحتي، طوعتيهم وصدقتي مع بعضهم، طلعتي لهم أزواجهم، ولكن أحساب شو؟ أحساب قرار ظني من خلال أبو غيدة اللي هو طبعا تابع لألكون، بيطالب بالإعدام ل56 أخ. طلعت البعض ويمكن يطلع البعض كمان، بس 56 أخ مطلوبين للإعدام. يعني إذا مش إعدام مؤبد، مش مؤبد 10 سنين. نجحتي. وكمان بسجل لك نجاح آخر، نجحتي بتحويل الملف، ملف عبرة، من ملف سياسي بامتياز إلى ملف قضائي. لا، وقضائي مستعجل. يعني قضية السماحة تتحمل، اللي كان حيحرق لبنان تتحمل. لك مش هيك، أبو مازن النتوت الله يرحمه ابن مدينتك اللي نص صيدا مضت الطالب بإعدام القاتل، ما في قرار ظني، ما في حث للقضاء على قرار ظني كسابقة، ما في. يعني سابقة صارت بلبنان
ينطلب الإعدام ل56 واحد ويمشي الملف القضائي مع إنه صار في رصاص على بيتك. أبو غيدة ما شاف إنه في رصاص على بيتك، وما شاف القصف اللي صار من مار الياس، وما شاف حالش وحركة أمل، كله هذا ما شفتوه. نوهتي حول القرار الظني إنه أنت عندك ثقة كاملة بالقضاء، ونوهتي، وبنفس الوقت ما بدك القضاء يبحث في قضية شطح وخيك وغيره. نجحتي تحويله من ملف سياسي إلى ملف قضائي، ما في مشكلة كمان. وبسجل لك كمان نجاح آخر، نجحتي بسرقة أوقاف مسجد بلال اللي نحن جمعنا لهالوقف، حتى صار جمعناه بال250 ليرة وال500، ونسائنا وبعض نسائنا باعوا الحلي من أجله. نجحتي. مش بس هيك، دمرت أعمال المسجد بالتعاون مع الصفوي علي شحرور والمجرم صعب. بس بدي أقول لك هنيئا لك قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أما بالنسبة لحالش ونبيه بري ونصر اللات وجمهورهم، بتتقاربوا مع الشيطان الأكبر أمريكا، بغضوا الطرف عنكم لقتلنا وذبحنا في سوريا، بتطوعوا 14 آذار، بتقتلوا شطح حتى يصير مضطر المستقبل انه يخضع لكم 100% فرضا، بتتقاربوا مع السعودية، بتخوفوا كل اللبنانيين فرضا. لن نركع لكم ولن نستسلم لكم، وأنا على يقين بأنه مستحيل نكمل العيش معكم إلا من بعد ما يتكسر راسكم، وسنسعى جاهدين بإذن الله تبارك وتعالى من أجل ذلك، وبعدين منفكر كيف بدنا نعيش مع بعض. قبل هيك ما في مجال إلا ليتكسر راسكم بعد الظلم اللي وقع علينا. ناديناكم كثيرا تعالوا نعيش سوا سواسي، وقفوا هيمنة، سلموا سلاحكم. كمان أنا بعترف لكم بنجاح تطويع المؤسسات وتطويع المستقبل وغيره، طبعا في هدف معين للمستقبل إنه يقرب منكم هذا التقارب. حأحكي فيه مفصلا بكلمة أخرى. بوجود أحمد الأسير وبعدم وجود أحمد الأسير، أحمد الأسير واحد من الذين مثلا على سبيل المثال انتفضوا يوم حصار عرسال، شفتوا بعيونكم. وينه أحمد الأسير؟ مش موجود بيناتهم. بدكم تدلكم تتغاضوا، مش بس انتوا، وكتير من اللبنانيين، كتير من اللبنانيين متغاضين وغاضين الطرف، ما بأثر. هذول أهل الدين السنة اللي عم بيصير فيهم هيك تكفيريين ومتطرفين، ما بأثر، مش مشكلة. الأيام بيننا بإذن الله تبارك وتعالى. أخيرا يا أخواني، أكيد بده يصير في تعتيم إعلامي الآن وتشويه. بتمنى عليكم أنتوا تسعوا لنشر الكلمات التي ستنزل بإذن الله تبارك وتعالى بأوسع مجال ممكن. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.